نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا خديت انا هنايا عندي واحد البانيو كبير شويه، وخديت عندي هنايا الزنجلان كندير فيه بشويه بشويه. عندي هنايا الزنجلان البلدي، كما كتعرفوا البلدي راه كيكون فيه شويه النقا. شديته درته هنا في البانيو. عندي هنايا واحد البانيو صغر من هذا، وعندي واحد الصفايه هكا اللي غادا نصفي بها. صافي دابا كندير له الماء. هو ما خاصوش يتعطل بزاف في الزنجلان، كما كتعرفوا ما خاصوش يتعطل بزاف في الماء. صافي كنبقى نحركو على هذا الشكل هذا. كما الا كانت الرمله ولا كانت شي حاجه ديال داك الحجر اللي كيدوب في الماء، فكله كيدوب مع الماء. صافي دابا كنبقى نستمر على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا كنحركو وكنهز بيديا باش يدوب ليا داك الحجر اللي كيكون فيه ديال الرمله، وداك الشيء كيدوب كله في الماء. صافي وكنبقى نهز بشويه بشويه. هي راه الرمله كتصفى فيه لتحت. صافي كنبقى نهز بشويه بشويه. كما كتعرفوا هذا الزنجلان البلدي راه كيكون فيه النقا بزاف، ماشي بحال الاخر كيكون كاين اللي كيكون منقي، كاين اللي كتلقاو فيه شويه ديال النقا، ولكن هذا البلدي هذا كيكون فيه النقا بزاف، خاص ضروري يتغسل. وحتى الاخر راه كيتغسل. هذا اللهم بعدا ملي كتغسليه كتسهلي عليك شويه ديال النقا ديالو، وداك الشيء الاغلبيه ديال الحجر وديال سميتو ديال الرمله كتحيد ليه في الماء، كتهبط كلها لتحت. نتوما غتشوفوا ملي غادا نحيدو تشوفوا شحال الرمله تكون فيه لتحت. صافي دابا كنبقى نهزها. نتوما كما كتشوفوا كندير كنحرك بحال غادا نحرك، وكنهز من التحت للفوق. صافي حتى كنهزو كاملو. كنهزو كله كنديرو في هاد الشبكه هذه اللي كتستقطر ليا من الماء. نخليه يستقطر واحد شويه وغادا نطلعو للشميشه تشمس. صافي انا غادي نكمل الكميه اللي باقا عندي، لان عندي هنايا 2 كيلو ديال الزنجلان. درت النص الاول وانا دابا درت النص الثاني. كما كتشوفوا ضروري ما تحركوا باش الرمله ولا هو راه اغلبيه كيكون فيه هذاك الحجر. ملي كديروه في الماء هذاك الحجيرات كيبقاو يذوبوا، كيذوبهم الماء، كيكونوا بحال ديال الغيس ناشفين. ملي كنبقاو نحركوهم بحال هكا وكنخليوه هكا كنبقى نحركو فيه، هو داك الحجيرات اللي تيكونوا فيه كيبقاو يذوبوا بالماء. صافي دابا غنكمل هاد الكميه اللي عندي كامله كنغسلها. كما كنقول لكم كنأكد عليكم ما تخلوش الزنجلان يتعطل بزاف في الماء، ما خصوش يبقى الوقت بزاف في الماء. كما كتعرفوا راه هو حبيبات ديالو رقيقين. صافي كنبقى ندير له على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا كنهز من التحت للفوق. ها نتوما راه هو هذاك الشيء كيبقى يتعزل فيه راسو. دابا غادا نهز واحد شويه ديال هنهز الصفايه هذه ديال القهوه، حيت راه ما بقاش عندي الزنجلان بزاف، ما بقاش كنتحكم فيه في يديا. دابا غادا ناخذ هاد الصفايه هذه وغنهز منها الزنجلان كامله. هذا غادا نخليه بوحديتو لان كيكون فيه شويه ديال سميت. كما كتشوفوا راه كنهزو كامل على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا لان ملي كنبغي نهز بيديا مابقاش كنتحكم فيه. اللهم هاد الصفايه هذه كتهزوا ليا كامله وكتخلي فيه هذيك الرمله وداك الشيء اللي كيبقى له لتحت. يعني ما تخافوش بان غتقولوا تهزها ولا لا. كنبقى نهز هكا. انا راه خويت هذاك الماء اللي كان باقي فيه شويه الزنجلان، صفيته هكا نقصته شويه، وعاود زدت مازال الماء ديال الروبيني، زدت منه مازال شويه الماء. صافي وبقيت كنهزو. ها نتوما واخا هكا راه الماء صافي فيه. هو هذاك الرمله والحجر اللي كيكون مشكل. شوفوا البانيو هنا كيولي عندي بالرمله وداك الحجيرات الصغيورين. اللهم كما كنقول لكم راه الغسيل هو اللي كيساعدك في الزنجلان باش دغيا يسهل عليك التنقيه ديالو. صافي دابا انا هنايا ان شاء الله راه غادا نطلعوا للسطح. كاينه واحد الشميشه دابايا نطلعوا للسطح ونولي معكم ان شاء الله. من بعد ما نطلعوا، بعد ما طلعتوا الشميشه كما كتشوفوا انا فرشت له هنايا واحد السربيته كبيره هكايا، وفرشته فيها مره كنحركو هكا بيديا، كنقلبو هكا باش يتشمش ليا مزيان. صافي ودابا ان شاء الله ملي غادي نشوف غادا نهبطو وغادا غادا نهبطو وغادا نقيه. بالنسبه اللي ما عندوش هكايا السطح، اللي طيب في الخبز هكا الفران يكون سخون يبقى يقسم هكا 2 طاوات، يديرهم في طاوات في الفران ويسد عليهم شويه يبقى يحرك فيهم راه كينشف. بعد ما نشف عندي مزيان في السطح كما كتعرفوا ما كاينش هاد الوقت هذه الشميشه اللي هي سخونه. انا مره كنحركو كنقلبو هكايا حتى نشف ليا مزيان. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك عندي في القناه ولايك الفيديو، وشكرا.